هالو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. انا اسفه جدا ان انا اختفيت بس انا قلت لكم ان انا هختفي. مش عارفه دي حاجه كفايه ان انتوا ما تزعلوش مني ولا ايه، بس يعني انا قلت لكم قبل ما اختفي ان انا هختفي شويه. رمضان خلاص بيخلص يا جماعه، انتوا مصدقين؟ ال10 اواخر خلاص بداوا والدنيا جريت والشهر عدى كده حرفيا. وهو كل سنه بيعمل فينا نفس الحركه، ان هو اول ما بيبدا بتلاقوه خلص. مش عارفه ازاي، بس مش عارفه ليه السنه دي حاسه ان هو جري زياده عن اللزوم. مش عارفه عشان انا بدات شغل مثلا او مشغوله قوي، يومي زحمه، فانا مش حاسه قوي بفراغ الوقت، فعشان كده الايام بتعدي بسرعه. مش عارفه ايه السبب، بس قولوا لي لو انتوا حاسين نفس الاحساس اللي انا حاساه. بعيدا بقى عن رمضان، هو ايه اللي بيحصل في الجو يا جماعه؟ يعني انا مش عارفه ايه اللي بيحصل في بلدكم. اكتبوا لنا تحت في التعليقات بلدكم الجو فيها عامل ازاي. بس الجو في مصر هبل. يعني انت بتصحى من النوم الصبح بدري بتلاقي الدنيا برد شويه، تيجي تلبس عشان تروح الشغل تلاقي الجو حرر، فبتقرر ان انت مثلا تلبس خفيف، تنزل تلاقي الدنيا بتمطر وبرد، وبعدين ترجع وانت راجع من الشغل تبقى حران فطسان مشغل التكييف، ترجع البيت تلاقي الدنيا برد. يعني حر وربيع ومطر وشتاء وكل حاجه في نفس الوقت، ما تفهموش فيه ايه. ده حل الطقس عندنا في مصر، فاكتبوا لنا انتوا حل الطقس عندكم ايه في البلد اللي انتوا عايشين فيها. وبمناسبه رمضان يا جماعه، انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها مش فاكره، بالتالي اللي قبل اللي فاتت. ايه اخبار المسلسلات؟ انا مش متابعه قوي بصراحه. في مسلسلات كتير جدا السنه دي انا مش متابعه، وده اول رمضان اتابع فيه مسلسلات اقل من العادي. عاده بتابع اتليست 3. بس ميزه السنه دي ان هم مقسمين المسلسلات 15 حلقه 15 حلقه، فسهل قوي ان انتوا تتابعوا اكتر من مسلسل. بس هم اكشلي هو واحد في اليوم او 2 في اليوم بالكتير. فايه المسلسلات اللي انتوا متابعينها؟ انا حاسه ان السنه دي الدنيا هادفه اكتر من السنين اللي فاتت. يعني بعيدا طبعا عن مسلسل محمد رمضان واسمه ايه مصطفى شعبان والحاجات اللي هي بلطجه. وهاكد تاني، انا قلت الكلام ده مش عندنا في مصر يا جماعه، عشان بس ايه الناس اللي مش مصريين بيتفرجوا على الحاجات دي بيفتكروا ان هي دي العيشه عندنا. الدنيا عندنا مش عامله كده خالص. ده جو دراما زي بالظبط كده كنتوا بتسالوا على افلام ومسلسلات الهندي. الدنيا من هناك برضو مش عامله كده، هي بس جو دراما واكشن ومطاوي والجو ده. لا، هي مش عندنا كده خالص الدنيا في مصر، يعني عشان ما تصدقوش الموضوع ده عندنا. فبعيدا عن المسلسلات اللي من النوع ده، حاسه ان السنه دي في مسلسلات كتير هادفه بتناقش حاجات كتير. يعني مثلا مسلسل كانت عاملاه دينا الشربين اللي هو كامل العدد، ده عجبني قوي. فكره ان هو بيناقش الحاجات اللي بيفكروا فيها سن المراهقه، المشاكل عامه اللي بتحصل في البيوت. يعني حسيت ان هو بيناقشها بشكل كوميدي لايت كده. المسلسل كان خفيف قوي، كان بيجي على شاهد. من ضمن المسلسلات برده كانت حلوه على شاهد اللي هو الهرشه السابعه اللي هي 7th اتش، وهي المرحله اللي بيمر بيها الزوجين في السنه السابعه. دي حاجه انا عارفاها من زمان قوي، 7 14 وهكذا، مضاعفات رقم 7. ودي حاجه مشهوره جدا عالميا، وسعيده قوي ان هم عملوا عنها مسلسل. فدي من المسلسلات كمان اللي عجبتني. والمسلسلين اللي عجبني برضو اللي بداوا في النص التاني بتاع منى زكي وبتاع منى شلبي. بتاع منى زكي عجبني عشان هو سلط الضوء على فئه احنا ما نسمعش ولا نعرف عنها اي حاجه، وهي فئه الصيادين. كل اللي بيشتغلوا في المهنه دي بيعملوا ايه، بيسترزقوا ازاي، بيبداوا يومهم ازاي، بيشتغلوا، يعني كل حياتهم احنا ما نعرفش اي حاجه عنها. بلس ان هو بيناقش قانون الوصايه، وهو لما ست جوزها بيموت او بتطلق او وات ايفر، ما بيبقاش ليها وصايه على اولادها. ما تعرفش تعمل ان هي تقدم لهم في مدارس، ما تقدرش ان هي تفتح لهم حساب في البنك، ما تقدرش تعمل اي حاجه ليها علاقه باولادها غير بموافقه الوصي، وهو الاب في حاله ان الاب موجود، او ابو الاب في حاله ان الاب توفى. فالموضوع بجد غريب جدا، وسعيده قوي ان هم سلطوا الضوء على حاجه زي دي، لان في ستات كتير جدا في العالم بتعاني، في العالم العربي بتعاني من الموضوع ده. ما اعرفش القانون ده موجود في كل البلاد العربيه ولا لا، بس احنا عندنا في مصر الناس بتعاني جدا من الموضوع ده. بيبقى الموضوع اصعب لما المعاناه دي تيجي في ست، خصوصا الست دي ساعتها بتبقى لوحدها، ما بتبقاش يعني بتبقى لايصه في الدنيا كده، واقفه ستاند الون كده، مش عارفه تعمل ايه في الدنيا. فالموضوع بيبقى صعب قوي، لان بيبقى صعب ان الست تعتمد على نفسها في حاجه زي دي، لان بتبقى كل الاوراق ضدها الحكوميه، فهتعمل ايه؟ ما علينا. نيجي بقى لاخر مسلسل عجبني، وهو مسلسل منى شلبي، لان هو بيتصور في لبنان. بيتكلم على واحده هجرت. اي نعم، هو اثار جوايا حاجات كتير قوي في الغربه والحاجات دي كلها، عشان انا قعدت بره مصر كتير، ولكن حمسني قوي قوي ان انا اروح لبنان. يعني بصوا، انا حطيت كويستشن على انستجرام، حطيت سؤال على انستجرام بسال الناس تحبوا نزور ايه البلد الجاي، لاني اخيرا جددت الباسبور، واكسايتد جدا ان انا اخدكم بلد جديده قريب. فسالت الناس عايزه بلد قريبه اسافر بسرعه عشان اسافر في اجازه العيد والكلام ده كله. معظم الناس ركزوا على اما الاردن يا اما لبنان. بيني وبينكم انا كنت محتاره قوي ما بينهم، يعني مش عارفه لا ازور ده ولا ده، يعني مش عارفه انهي واحده فيهم. في ناس كتير كمان كتبت لي المغرب، في ناس كتير كتبت لي السعوديه، في ناس كتبت لي السودان، كتير قوي كتبوا لي السودان، مش عارفه ايه الحكايه. وفي حبه لا باس بيهم كتبوا لي كمان العراق. فهي دي اكتر بلاد الناس كتبت لي عنها وعايزيني ان انا ازورها. فاكتبوا لي في التعليقات رايكم في المواضيع دي، يعني هل العراق والسودان والمغرب والسعوديه دول بلاد عايزيني كمان اكفرهم؟ وكده كده السعوديه ان شاء الله يا رب يا رب بدون مقاطعه انا ناويه اروح السنه دي، لسه مش اكيد، ولكن دي من خطط السنه دي ان انا اروح ان شاء الله السعوديه. المغرب كمان من الخطط القريبه، مش عارفه هتكون السنه دي ولا السنه الجايه، بس هي من
الخطط القريبه، ولكن خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. هل اروح لبنان ولا اروح الاردن؟ بيني وبينكم انا اتشجعت جدا بعد ما بتفرج على المسلسل ده ان انا عايزه اروح لبنان. حسيت دخلت في المود كده، حسيت اولا ان هي شبه مصر قوي بس بلكنه مختلفه ومنتجات مختلفه واكل مختلف، عايزه اخد الاكسبيرينس دي. مش عارفه ليه يعني. قولي لي رايكم في التعليقات لو عايزين ان احنا نروح مع بعض لبنان. الاختيار يعني 50% انا 50% انتوا، فلو حسيت ان في مثلا كانت لي بلد تانية اقتنعت بيها اكتر اكيد هروحها، ولكن الاختيار الاول دلوقتي بالنسبه لي هو لبنان. فاكتبوا لي في التعليقات رايكم في الموضوع ده. نرجع لرمضان، نرجع للكلام على رمضان. زي ما قلت لكم انا حاسه ان السنه دي هو جري بشكل يعني كده سناب، يعني بسرعه جدا. الحركه دي اسمها ايه بالعربي؟ مش عارفه اللي هي كده دي. وخدت بالي كمان ان السنه دي بالذات تحسوا ان الاكل بره بقى اقل بكتير، ان الناس تخرج تاكل في مطعم او ان هم يتجمعوا يفطروا بره. بقت الموضوع اكتر في بيوت. معرفش ده ليه علاقه بالوضع الاقتصادي ولا لا، ولا كواليتي في المحلات قلت ولا ايه المشكله، بس حاسه الموضوع ان الناس تطلع بره البيت وتتغدى بره او تفطر قصدي يعني بره، او تتجمع تعمل ريونيون بره. حاسه الموضوع قل قوي السنه دي، ودي حاجه بسطاني بصراحه عشان التجمعات دي انا مفتقداها تو بي اونست يعني. وعشان برضه ابقى صريحه معاكم انا سعيده جدا ان انا رجعت، يعني احساس ان انا في بلدي وسط اهلي وصحابي كده، الاحساس جميل لا يوصف باي شكل من الاشكال. مهما سافرتوا مهما اتغربتوا مهما رحتوا وجيتوا دايما بيفضل ان انتوا تبقوا في بلدكم دي يعني توب، عمر ما حاجه هتعديها مستحيل. فاللي جرب ان هو يقضي رمضان والعيد والمناسبات اللي هي متعلقه قوي بالبلد، يعني مصر رمضان فيها فعلا حاجه ثانيه، يعني بيقول لك رمضان في مصر حاجه، دي حقيقه فعلا بجد. فشعوري بعد ما قضيت رمضان والعيد وكذا مناسبه ليها عادات وتقاليد متعلقه بالبلد شويه وارجع كده اقضيها في مصر، مش عارفه اوصف لكم الاحساس بس هو احساس تحفه بصراحه. فانا سعيده ان انا رجعت مصر جدا. خلاص العيد فاضل له كام يوم. هل هتبداوا تعملوا الكحك ولا بتجيبوه جاهز ولا ما بقيتوش تهتموا عاملين دايت ولا ايه؟ ايه اخبار الدايت صحيح؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل رمضان. قولوا لي عملتوا ايه. اكتبوا لي في التعليقات ناويين تعملوا ايه في العيد، ايه العادات والتقاليد. هل هي مثلا زيارات اهل، هل بتخرجوا، هل بتسافروا، هل بتفضلوا تقعدوا في البيت، هل ما عندكوش اجازه مثلا لو بلد اجنبيه عاده ما بيبقاش فيها اجازه في العيد لان هم بالنسبه لهم العيد ده لا شيء. فقولوا لي كده هتقضوا العيد ازاي. انا عن نفسي ان شاء الله يا رب بدون مقاطعه هكون مسافره في الوقت ده، لسه ما حددتش لبنان ولا الاردن، فاختاروا في التعليقات اختاروا بلد فيهم، ويا ريت يعني تبقوا خدمتوني لو كمان بعد ما اخترتوا البلد، يعني مثلا قلتوا مثلا الاردن فتكتبوا تحتها عايزيني اصور لكم ايه في الاردن. طبعا في فيديوهات ثابته مش هنتكلم فيها، اللي هو اكل الشارع، السوبر ماركت، اهم مزارين 3 سياحيين، اي اكسبيرينس في الشارع انا معاكم. دي الفيديوهات الثابته. انا اقصد الاماكن بقى اللي هي مخصصه قوي، السبيسيفيك قوي اللي عايزيني مثلا ازورها في الاردن او في لبنان او وات ايفر البلد اللي انتوا عايزيني اروحها. اكتبوا لي لسته بالحاجات اللي انتوا عايزيني اروحها عشان اتشجع ان انا اروح البلد دي، او ابعتوا لي بيها ايميل او ابعتوا لي على الانستجرام عشان اشوفها اسرع واسهل، لان التعليقات بصراحه بتبقى كتير قوي فساعات بتوه وساعات ما بشوفش كل حاجه فيها. انا اكسايتد ايا كان هسافر لبنان ولا الاردن او اي بلد ثالثه يعني، بس اهم حاجه تبقى قريبه. انا اكسايتد في كل الاحوال، ولكن مستنيه الكومنتس بتاعتكم. واخر حاجه حابه اسالكم عليها، ايه رايكم في الشورتس؟ حد خد باله ان انا نزلت شورتس؟ زي ما قلت لكم الشورتس بتخشوا على القناه دي، القناه بتاعتي اهي، بتلاقوا هوم فيديوز، بعدين هنا بتلاقوا شورتس، هتلاقوني منزله كذا واحد. فاكتبوا لي اذا كان شفتوهم ولا لا، ولو شفتوهم قولوا لي ايه رايكم في الفكره، هل حبيتوها، هل عايزين ان انتوا تشوفوا شورتس اكتر. واللي مش فاهم يعني ايه شورتس، هي الفيديوهات اللي بالطول اللي بيبقى مدتها بس 60 ثانيه او دقيقه، ودي انا حبيت ان انا انزلها عندي على القناه لاني عارفه ان مش هنزل محتوى طول رمضان، فقلت بدل ما اسيبكم من غير محتوى كده عملت لكم شويه محتوى كنت اوريدي مصوراه من البلاد اللي انا زرتها قبل كده، ولكن ما حطيتهمش عندي على القناه فحطيتهم لكم عشان تشوفوهم. فقولوا لي اذا كنتوا شفتوهم ولا لا، ولو شفتوهم عجبتكم الفكره ولا لا. هي طبعا عمر ما هيبقى ده المحتوى الاساسي خالص، احنا عادي في اللونج فورمات اللي هو بالعرض وفيديوهات طويله، ده اللي هيبقى العادي بتاعنا، ولكن ممكن من وقت للتاني الواحد ينزل كام شورتس كده على الماشي. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. ما تنسوش الدعاء كتير جدا الفتره دي، علشان اولا الجو ممطر زي ما انتم شايفين، وتاني حاجه علشان 10 اواخر من رمضان الدعوات فيها مستجابه، وده اكتر وقت في السنه كلها بنبقى متقربين من ربنا، وبتبقى ابواب السماء مفتوحه للدعاء للامنيات لكل حاجه في الدنيا. ولو مش هتقل عليكم يعني ممكن تدعوا لي بظهر غيب، ان شاء الله دعواتكم تستجاب. ادعوا لي بالخير وربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله صالح الاعمال. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في كومنتس حابين ان انا اروح لبنان ولا الاردن ولا بلد ثالثه، بس المهم تكون قريبه. هستنى رايكم في التعليقات. واللي لسه ما عمليش فولو على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك وسناب شات كله بنفس اسم قناه نونز واي، هستناكم هناك. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.